القصة كتبدا مع سقوط نيزك ضخم في ألمانيا، وهنا غادي تكون بداية الهجوم الكائنات الفضائية على الأرض. وما كانش شي طريقة يحبسوا بها الهجوم الكائنات الفضائية، وهنا كانت حصلت حرب عالمية ما بين البشر والكائنات الفضائية اللي ماتوا فيها ملايين الضحايا. لكن من بعد 5 سنين البشر قدروا بنسبة قليلة ينتصروا على الكائنات الفضائية بسبب اختراع بدلة خارقة، وكان أول من لبسها هي امرأة سميتها ريتا بيرتاسكي والملقبة بملاك فيردن، وكانت قدوة للناس في التغلب على الكائنات الفضائية اللي سماوهم الناس بالميميك. الرائد ويليام كان شاد طريق المقر الدفاع في لندن باش يخططوا لعمليات داون هول، منها يطردوا الميميك من شي بلايص. ويليام تلاقى مع الجنرال، طلب منه باللي غادي يحتاجه في ميدان الحرب باش يحفز الناس تنضم للجيش بحال كيف كيروج البدله الخارقه. ولكن ويليام رفض ينزل للميدان حيث ما عندوش تجربه في الميدان المعركه، وحاول يهرب ولكن العسكر شدوه وجابوه كاو. ويليام فاق وهو في ميدان الحرب وتلاقى مع الرقيب فيريل. ويليام طلب منه يهضر مع القياده ديالو في واشنطن، ولكن فاريل قال ليه كاع الاتصالات مقطوعه حيث غادي نحرروا دابا فرنسا من الميميك، حتى كاع الا كانت طريقه باش تتصل ماشي مسموح للجندي هارب يدير اتصالات اصلا. ويليام شدوه داوه المجموعه ديالو. الرقيب فاريل مع الدخله لقى الجنود ديالو كيلعبوا الكارطه اللي خباوها تحت الفراش. فاريل عاقبهم وخلاهم ياكلوا الكارطه. ويليام اول مره غادي يلبس البدله بدا يسيي فيها، وكانت القائده ديالهم هي ريتا، وشدوا الطريق لميدان الحرب. لكن هما في الطريق قبل دقيقه ما يهبطوا تضرب فيهم صاروخ ونقزوا كاملين من الطياره. ويليام اول مره غادي يكون في ارض المعركه وشاف ريتا كتحارب الميميك، لكن جا فيها صاروخ وقضى عليها. وحاول ويليام يهرب من اللي كيحصل، لكن لقى الجنود ديالو منعوه من الهروب وهجم عليهم الميميك. ويليام هز القنبله وفرقعها في راسو هو والميميك ومات. ويليام فاق عاود وهو في مقر الجيش وتلاقى مع الرقيب فاريل وعاود نفس الهضره. ويليام كان مصدوم وما عرفش اش كيحصل، ومشى عند الجنود ديالو وتحركوا في الطياره في البلاصه فين كاين الحرب. ولبس ويليام البدله ديالو وكان عاقل وعارف اش كيدير وامتى يطلع في الطياره وامتى يموت. وركب في الطياره وجا فيهم صاروخ وعاود لقى راسو في الحرب وشاف ريتا قدامه، لكن قبل ما يضربها بصاروخ ويليام نقذها من الموت، لكن خسرات ليه البدله ديالو وما قدش يتحرك. ريتا خلاته وكملات الحرب. للمره الثانيه ويليام مات بسبب الهجوم عليه من الميميك. وعاود ويليام فاق في المقر الجيش، ومع فاق من الغيبوبه مشى عند فاريل وقال ليه ضروري تسمع هضرتي حيث الميميك عارفين غادي نهجموا عليهم وغادي نخسروا الحرب، ضروري ما خاصك تلغي العمليه. فاريل ما داش في الهضره ديالو، دا عند الجنود وحاول ويليام يثبت لهم باللي عاش هاد الاحداث من قبل، وقال ليه سميات كاع الاصدقاء ديالو في المقر بحال نيمس وكيميل وفورت وسكينن وكريفر اللي كانوا كيلعبوا الكارطه اللي مخبيينها تحت الفراش، وامرهم باش ياكلوا الكارطه كعقاب ليهم. ولكن حتى واحد ما تيقوا، سكوت شاو ليه فمو وسكوت بمره. وركب في الطياره اللي تضربات بصاروخ لثالث مره، حصلت نفس الواقعه ومات. ويليام فاق في مقر الجيش للمره الرابعه والخامسه والسادسه، ولكن مع تكرار الاحداث المهارات ديالو ولات كتطور، ديما كتكون النهايه ديالو الموت. وقرر يمشي عند ريتا باش يحذرها من الميميك، وقال لها عارفين امتى يهجموا عليك والحرب غادي تتحول لمجزره للجنود. ريتا قالت ليه قلب عليا ملي تفيق من الغيبوبه، تفرقع عليهم صاروخ وماتوا. وفاق ويليام من الغيبوبه وكان معول يدير داك الشيء اللي عارف داخل مقر الجيش، وبدا يقلب على الكارطه وعرفهم على راسه. ومشى الرقيب فاريل بحاله، بداو يتدربوا. ويليام قرر يقلب على ريتا كيف طلبات منه، هرب منهم وهما كيتدربوا. وصل عندها قال لها باللي هي اللي قالت ليه قلب عليا حيث النهايه ديالها غادي تحصل غدا. ويليام عرف باللي ريتا حتى هي كانت عندها هذه القدره، وان اليوم ديالها كيتعاود بمجرد الموت ديالها، وهذا بسبب واحد من الميميك كان سال الدم ديالو عليها. ولكن هي حاليا خسرات هذه القدره بإعادة يوم من حياتها. ريتا وعدت ويليام باللي غادي تساعدوه باش يتخلص من هذه القدره، ولكن حتى هو غادي يساعدها باش تربح في الحرب. داتو مشات عند كار أستاذ في الفيزياء لجسيمات دقيقه اللي كان قرا حاله ديال ريتا من قبل، وحتى كيفاش كيفكر الميميك. بدا يشرح لويليام ان كاع الميميك متحكمه فيهم الاوميغا اللي هي الدماغ المسيطره عليهم، عنده حتى قدره التحكم في الزمان. وكيجي من تحت الاوميغا الميميك اللي نادر وسميتو الفا، يعتبر الذراع اليمين للاوميغا، وبمجرد ما يموت يعطي الامر الاوميغا باش يعاود النهار من الاول. وهذا الشيء اللي كان حصل لويليام من اللي قتل الفا، دمو دخل فيه وهو يسيطر على ميزه اعاده اليوم. ودابا مطلوب من ويليام يموت كل مره حتى يوصلوا للاوميغا ويدمروها وينهوا الحرب بمره. ويليام مع الوقت غادي يشوف احلام تخليه يعرف بلاصه الاوميغا فين كاين، وهنا غادي يجي دور ريتا باش تقضي عليه. وقررت ريتا تدرب ويليام على البدله باش يعاونها في الحرب نهار يوصلوا للاوميغا، وحذرته باللي الا تقاسيتي خاصك تقتل راسك حيث هي في اخر حرب ليها قبل ما تخسر القدره ديالها في اعاده اليوم. كانت تقاست وخسرت كميه من الدم ونقلوا لها الدم من شخص اخر، وهذا كان سبب في فقدان القدره في اعاده اليوم. وهو كيدرب ويليام قدر يشوف رؤيه
بحال كيف قالت ليه ريتا. ويليام قدر يحدد بلاصه الاوميغا فين كاين، وقال كارو ريتا اللي شافو وراهم البلاصه فين شاف الاوميغا. بداو الخطه ديالهم باش يدمروه مع محاولات بزاف باش يخرجوا من الحرب بلا حتى واحد ما يموت فيهم. بدا ويليام يحس باللي ما كاينش الامال باش يربحوا الحرب ولا يدمروا الاوميغا. ويليام قرر يمشي بوحدو باش يتاكد من الاوميغا واش كاين في السد. اكتشف باللي طاح في الفخ. الحلم اللي شافوه كان مجرد وهم، وقتل راسو وعاود يوم جديد باش يقول لكار وريتا اللي شافو. كار قال لهم كون الجهاز ديالي نجح ونقدر يعرف من خلال هذا الجهاز بلاصه فين كاينه الاوميغا، وهذا الجهاز كيف مقر الحكومه. وقرر ويليام وريتا يمشيو يجيبوه وتلاقاو مع الجنرال. من بعد بزاف محاولات باش يقنعوه عطاهم الجنرال الجهاز، لكن امر الجنود باش يشدوهم وهما هربانين. ويليام جرب الجهاز على راسه وقدر يحدد بلاصه الاوميغا في متحف لوفر في باريس، لكن ملي كانوا تابعينه تضرب في رجله. جابوا الكاو بجوج بيهم وفاق لقى راسو مربوط في السبيطار من بعد ما نقلوا ليه الدم من الجسم ديالو. وجات ريتا باش تهربوا من المستشفى. قرروا باش يمشيو يقضيو على الاوميغا براسهم، لكن طلبوا المساعده من الاصدقاء ديالو. حاول يقنعهم باللي عارف كاع المعلومات على هذه المهمه، وقال لهم نتوما اصدقائي من مده طويله وماشي غير اليوم. طلب منهم يعاونوه هو وريتا باش يوصلوا للاوميغا ويقضيو عليه. قدر يقنعهم. مشاو لباريس متحف لوفر فين كاينه الاوميغا، ولكن هما في طريقهم ميميك هجم على الطائره وطاحت حدا المتحف، وضحاو جوج من الاصدقاء ويليام بريوسهم باش يلاهوا الميميك اللي كان هاجم عليهم. ومنها باقي طاقم الفريق غادي يصايبوا ويخدموا الطياره باش تكمل بهم الطريق للمتحف. وكان باقي الفريق مات على ود ويليام وريتا اللي كانوا تلاقاو مع الميميك الفا. حاولت ريتا تعطلو باش ويليام يوصل لبلاصه في كاينه الاوميغا، لكن الميميك قضى على ريتا وكان باغي يحاول يقتل ويليام قبل ما يوصل لبلاصه في كاينه الاوميغا، ولكن ويليام قدر يوصل للاوميغا وفرقعها قبل ما يوصل عنده الميميك ويقتلو. ويليام فاق هو في الطياره اللي غادا مبنى وزاره الدفاع في لندن. سمع خبر على موت جميع الكائنات الفضائيه بسبب قوه طاقيه اللي جايه من باريس، ومشى لمقر الجيش وشاف الجنود كاملين عايشين، وحتى ريتا مشى عندها ولقاها عايشه. وهنا بقى يشوف فيها حيت زعط فيها، بغى يكمل حياته معاها